مساء الخير، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. كلش اشتاقت لكم. اليوم وصفتنا حلا النسكافيه البارد. إذا أول مرة تشوفون قناتي، أني بهار الساهر. طبعا المقادير موجودة بصندوق الوصف وبالتفاصيل. كريمة باودر، وأضيف عليها قشطة وحليب مكثف محلى، وأضيف لهم قهوة سريعة الذوبان. طبعا أنا القهوة ذوبتها بحليب بارد مو حار، وإذا تحبون نكهة القهوة كلش بارزة ضيفوا كمية أكثر، بس إذا تحبوها متوسطة ويكون أطيب طبعا متوسطة ضيفوا نفس المقدار اللي أنا كاتبت لكم إياه. طبعا أنا ناسي أصور لكم، بعد ضفت للمكونات ظرف من الكريم كراميل، وأخلط المكونات كل زين حتى أحصل على كريمة كثيفة. وبهاي الوصفة أحتاج بسكت سادة أو اللي نسميه إحنا بسكت الشاي، وبطاسة أخلي مي دافي وأذوب بيها شوية قهوة سريعة الذوبان، وأقدر بدل المي أخلي حليب. وهسه أصفط طبقات البسكت والكريمة بالبايركس، أخلي شوية كريمة أول طبقة. هسه البسكت أنقع شوية بالقهوة، طبعا مو هواية حتى ما تتكسر، وأصفطه بالبايركس. بعد ما صفت الطبقة من البسكت أضيف عليهم طبقة من كريمة الخلط، وطبعا أستمر بالطبقات لحد ما تخلص كل الكمية عندي. خلصت كل الطبقات وراح أدخلها للثلاجة من 3 إلى 4 ساعات. قبل ما أدخلها للثلاجة برشة شوية شوكليت وراح أزينها بيها. طبعا هم تقدرون تذوبون شوكليت وتسوون خطوط طول وعروض تصير مربعات هم حلوة، اللي يعجبكم. طبعا أنا كنت مسوية هاي وصورت لكم إياها، رحت للشغل وإجيت لقيتهم ماكليها، فاضطريت إنه أسوي واحدة ثانية. هاي الثانية اللي سويتها الصراحة طلعت كلش أحلى من الأولى، ما أدري ليش. وقصيت منها، هسه أراويكم من قصها قطعة شلون تبين. وهاي القطعة شوفوها شلون تبين، طبعا كل ما نبردها كل ما من نقصها تطلع مضبوطة. وهاي شوفوها من كل الاتجاهات نفس الشي. حالة كلش خفيف وبارد على القلب. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، أتمنى أنه تجربوها، وبالنهاية لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك وشير للفيديو. ألتقيكم وصفة ثانية. باي باي.